عالم ملوش إلا باب واحد تقدر تدخل منه بس ما تقدرش تخرج. بيبدأ الكتاب بكلمة الكاتب واللي بيقول إن هو مش هيصرح الأحداث اللي في الكتاب دي حقيقية ولا لأ. يوم من الأيام في مجلس من المجالس اللي كان موجود فيها الكاتب بيقول له صاحب البيت إن هو يستنى، ولما قعد مع الكاتب سأله: هل أنت بتؤمن بالعالم الآخر؟ بيرد الكاتب على صاحب البيت وبيقول له لا، إن هو مش بيؤمن لأن هي خرافات. كان رد الراجل الكبير عليه إن هو استدل بآيات من سورة النمل واللي بتحكي عن عرش سبأ، وساعتها الكاتب بيقول له إن هو ما حاولش يتعمق في الدين. بيرد عليه الراجل الكبير وبيقول له: معنى كده إن أنت مش بتؤمن بوجود الجن؟ بيقول له: لا، أنا مؤمن بوجود الجن، لأن في سورة النمل اللي كانوا بيتنافسوا إن مين هيقدر يجيب عرش سبأ كانوا 2 من الجن. لكن الراجل العجوز بيرد عليه وبيقول له: لا، ده واحد منهم بس اللي من الجن. وقتها الكاتب ضحك على الراجل العجوز واستهزأ بكلامه وقال له إن هو ما عندوش دليل. بيرد الراجل العجوز وبيقول له: تحب أوريك الإثبات؟ الراجل العجوز بيقوم وبيجيب كتاب معاه بيديه للكاتب، بيقول له: افتكر إن أنت اللي خسرت بنفسك. وطبعا كل ده هتلاقوه في سلسلة خوف للكاتب أسامة المسلم، واللي مش هتندم أبدا إن أنت قريت الرواية دي.